السلام عليكم يا احلى اخوات في الدنيا، وحشتوني قوي قوي. يلا بينا كده نحدق شوية قبل الصيام بقى. كل سنة وانتم طيبين. قبل ما نبدأ بقى صيام اثنين وخميس ورمضان، كل سنة وانتم بألف خير. يلا نعمل مع بعض كده احلى وانضف فسيخ. اول حاجة كده انا جبت السمك بتاعي وحطيته كده يعني ساعة كده. بعد ما غسلته كويس شطفته كويس بالمية، حطيته كده يتصفى، حطيته على بقه. يعني وقفته على بقه كده بقى، في ازازة بيبسي، في مصفى، في اي حاجة، المهم توقفوه كده لحد ما يصفي المية خالص. وبعدين زي ما انتوا شايفين كده بالمناديل، وبفضل بقى ايه، ومن نغشيشه كده ومن بقه لازم ننضفه كويس جدا. احسن حاجة وانضف حاجة للمناديل. يلا بقى كيس مناديل كده او مناديل المطبخ، وننضف بقى الفسيخ بتاعنا نخليه نضيف جدا. ما تقرفوش من الدم ده، ما تقرفوش منه، لازم يتنضف. لازم نطلع المنديل كده ما شاء الله ابيض ونضيف، ونتك كده على السمكة بعد ما ننضفها كويس. ولازم ننضفها كده من بره ومن جوه، مش عايزين فيها اي مية خالص من بره ومن جوه. انا بنضفها كويس جدا كده بالمناديل. وبعد كده بقى هجيب فوطة مستغنية عنها وهنضفها، بس تكون يعني فوطة نضيفة جدا وناشفة. وابدا بقى انضف كل ده، واي حاجه مش مستحبه في السمكه بشيلها لحد ما السمك يبقى كده بيلمع معانا. لازم المناديل اول حاجه كده نجيبها من الاعماق، يعني نضفنا واحده ونسيبها شويه ونضف واحده، ونسيب كمان المناديل في الاعشاء او في النغشيش قصدي بتاع السمكيه كده شويه زي ما انتوا شايفين كده، عشان تشرب الميه. يعني انا بعد ما بنضفه بسيب منديل كده في النغشيش بتاعتها عشان تشرب كل الدم اللي فيه، وارجع اشيلها وامسحه تاني واحطه. هقعد على كده يعني ملهوش وقت معين طبعا، لحد ما الاقي الفسيخه نطفت معايا خالص مفيش دم فيها زي ما انتوا شايفين كده. انا بحط المنديل كده واطلع، احط المنديل واطلع. هياخد بس شويه وقت معاكم، بس في الاخر هتاكلوا شويه فسيخ نضاف قوي قوي. وكمان بعد ما نمسح الفسيخة كده او نمسح السمكة، نمسح تحتها، يعني مش عايزينها فيها مية خالص. انا هفضل كده اعمل الخطوة دي لحد ما الفسيخ يبقى فلة كده جنبي من بره ومن جوه، وافضل امسح في بقه واحط في نغشيشه كده المنديل واشيله لحد ما الفسيخ عندي يعني يقول لي خلاص والله نضفت. وقت بقى ما ناكل الفسيخ كده هنحس قد ايه يعني هو نضيف وجميل وريحته جميلة جدا. انا بقى بنضف مكاني كده، عايزة انضف الصينية جدا، مكان المية، مكان دم نزل، مكان اي حاجة. الخطوات دي ما تزهقوش، الخطوات دي مهمة جدا، مهمة جدا جدا في الفسيخ بتاعنا. وطبعا اهم حاجة في الفسيخ ما يكونش متلج، عشان لو الفسيخ متلج، لو انتوا جايبين السمك بتاعكم متلج، هيبقى السمكية سمرة، مش هتديكوا اللون الحلو اللي انتوا بتشوفوه، هيديكوا لون اسمر جدا للسمكة. وكمان هتبقى اللحمة بتاعتها كده جامدة، مش هتبقى زبدة كده وسايحة مع بعض، هتبقى جامدة جدا، وهيبقى الفسيخة سمرة ومش حلوة خالص، مجلدة. وكمان ريحتها مش هتبقى ظريفة، هتبقى تحسوا ان ريحتها زفرة مهما تنضفوها الخطوة دي، برضه هتحسوا ان ريحتها زفرة. طبعا من ايه؟ انها بايته متلجة. حتى لو عملتوها بعد ما تفك، اهم حاجة تجيبوا من بتاع السمك السمكة اللي هي تكون مش متلجة. اوعوا تجيبوا من اي حد، لازم تكون حد انتوا واثقين فيه، علشان يعني يبقى مديكوا السمكة كده او مديكوا الفسيخ اللي هو واثق ان هو فعلا مش متلج، تبقى واثقين فيه ان هو فعلا مش متلج وسايبه يفك. لا ده طازه ولسه جاي ما اتحطش في التلج خالص يعني. بعد ما حطيت في نغشيشه كده المناديل وسبته شويه لحد ما حطيت تاني وتالت، بصوا انا فضلت احط واشيل احط واشيل في المناديل، حطيت وشلت كذا مره. جبت بقى الملح الخشن، الملح الخشن ده مال الدنيا عند العطارين الكبار، او عند العطارين هتلاقوه، عند بتوع الحبوب يعني اللي هم بتوع البقوليات، هتلاقوه متواجد هنا ومتواجد هنا. الملح الخشن ده حلو قوي، او الملح البحري ده حلو قوي. في ايه بقى؟ ان هو بيخلي الفسيخ بتاعي يحدق، لا ياخد الحدوق بتاعته او يعني المطلوب بتاعه كويس قوي. وكمان ما يحدقهوش او ما يخلوش مهري، بيحافظ على الحدوقية بتاعته وبيحافظ على القوام بتاعه، ما يبقاش مهري قوي فيه. انا حطيت هنا الملح اللي انا حاسه يعني ان هو يبقى ده كويس على قد الفسيخ بتاعه. طبعا لو وصل الكيس جنبي اهوت هاخد منه تاني. الكيس ده مش غالي، الكيس ده انا جايباه ب10 جنيه تقريبا او ب12 جنيه.
وحطيت عليه معلقه من الشطه، وده اختياري طبعا، وحطيت عليه معلقه من الكركم عشان يديني اللون الحلو ده اللي انتوا هتشوفوه في الاخر، او اللي انتوا حابين تشوفوه. طبعا مش هيبقى لونه اصفر قوي، هيبقى لونه بس متغير حاجه بسيطه خالص، يعني مش حابين تحطوها بلاش. انا بقى بملى النغشيش بتاعه خالص من الملح، وبملى كمان بقه من الملح كويس قوي. وطبعا بجهز كيس كده يكون سميك معايا، يعني يكون السمك يكون تخين كده، ما ينفعش كيس تلاجة في الاول، لازم يكون الكيس سميك كده عشان يستحمل معايا. طبعا هو هينزل ميه وهيبقى تقيل شويه من الملح، فانا عايزه اول كيس احط فيه يبقى سميك كده عشان يشيل معايا الفسيخ ويشيل معايا الملح، عشان الكيس كده ما يتقطعش معانا. وهفضل بقى اعمل الكميه بتاعتي كلها زي ما انتوا شايفين كده. احط السمكه بتاعتي في النغشيش وفي البق يعني ملح كتير كده، يعني املاها ملح. وكمان في الكيس كده احط تحت السمك بتاعي ملح وما بينه ملح، وهملى بقى الدنيا كلها بالطريقه دي. ما تخافوش مش هيحدق، لان الملح ده، الملح البحري او الملح الخشن ده، ما بيحدقش الفسيخ زي الملح الناعم. طبعا الملح الناعم ينفع وكل حاجه، بس الاحسن يعني لو متواجد الملح الخشن ده يبقى احسن. ولازم تكون الفسيخه كده طريه معانا، ما تكونش ناشفه. يعني كده الفسيخه لو لقيتوها ناشفه معاكم، انا عشان الفسيخ بتاعي يعني لسه ملحقش، كنت موصيه عليه، فاول ما جه نزلت جبته الساعه 3 بالليل، ملحقش يعني خالص. اول ما جه على طول نزلت جبته على طول. فالفسيخ لو عنده قعد شويه مثلا وجلت شويه من السقعه، بس ما يكونش من التلج، يعني ما يكونش حاطه في متعان في التلاجات عندهم او حاجه، لا. فتمسكوا كده الشوكه بتاعه الظهر كده وتتكوا عليها عشان تطرى معانا. انا خلصت بقى الكميه بتاعتي، وفي الوقت ده بكون مجهزه شويه اكياس حلوين كده، اي اكياس عندنا يعني خفيفه تقيله عادي، ما فيش اي مشكله كده كده. اهم حاجه الكيس الاولاني اللي احنا حاطين فيه عاملينه قاعده كده للفسيخ، فماسك نفسه كده وتقيل. انا بقى حطيت شويه الملح دم، وكمان جبت شويه ملح من الابيض دوت ورشيته عليهم. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، انا جايبه ده كله ب10 او ب12 جنيه، يعني مش غالي خالص، وبيعمل يعني الكيس ده يعمل لنا 3 4 مرات كمان. الفسيخ بقى ترصوه كده ورصه حلوه كده، واحده شمال واحده يمين، كله ناحيه واحده، يعني زي ما انتوا حابين. انا حطيت بقى الملح بتاعي الحلو الجميل ده، وحطيت كمان على الوش كده شويه شطه. الشطه دي لازمتها ما تخلوهوش يدود، يعني ما تخلوهوش ولا يدود ولا يبقى منفوخ، ما يبقاش فيه النفخه يعني بشوف ناس كتير بتعمل الفسيخ كده منفوخ، المنفوخ ده خلاص هو كده باظ. ده ما تخلوهوش يتنفخ ولا تخليه يدود. نقفل بقى الكيس عليه كويس جدا على قد ما نقدر كده، نلف الفسيخ حلو قوي، ونحط بقى، نفضل بقى نحط من كيس لكيس من كيس لكيس. خلاص نستبعد بقى دي خالص عشان الزفارة. بصوا اي اكياس يعني متواجده عندنا هنحط فيها، يعني نحدق كده شويه قبل الصيام، كل سنه وانتم طيبين، فبنبقى محتاجين حاجه فاصل كده يعني. نلف بقى كويس جدا، نحط في كيس ونلف كويس، نحط في كيس ونلف كويس. هنا بصوا انا حاطه في استرتش غذائي، يعني بقى زي ما حابين لفوها، اهم حاجه تتلف كويس. اللفه دي بتاعتكم انتوا، اهم حاجه تلفوها كويس بقى في استرتش غذائي، تلفوها في اكياس بس، وبعد كده بقى بلزق، يعني اللي يعجبكم. انا عامله هنا كيسين، يعني انا عامله هنا ال4 فسخات دمت، وكمان معايا 4 فسخات كمان. خلص بقى الكميه بتاعتي انا، وهلفها لفه كويسه جدا ومحترمه. هيطلع معانا زبده وهيطلع معانا جميل جدا، كل ده عشان بس ان احنا عملنا الفسيخ مش متلج. اكتر حاجه بتبوظ الفسيخ بتاعنا هو انه يكون متلج او طازه. بصوا انا لفيته كام لفه، زي انا بكتم اي هوا خالص ممكن يخش له، مش عايزه اي نسمه هوا تخش له. واحفظه فين؟ في علبه بقى كده، او في الكيس زي ما انتوا شايفين كده. بس انا لسه هحطه في اكياس تانية، يعني انا بلفه كده وبعدين بحطه في اكياس، وبعدين برجع احطه في اكياس تاني، يعني لسه
انا هفصل معاكم الكاميرا، بس لسه هحطه في اكياس كتير، وهحطه بقى في علبه او هسيبه زي ما هو كده في الكيس على صينيه، وافضل بقى الفه شمال ويمين كل يوم، افضل الفه شمال ويمين شمال ويمين كل يوم على كده. يعني الفه مره على الجنب ده ومره على الجنب ده ومره من فوق مره من تحت، هفضل كده. احنا في الشتاء يعني والجو ساقعه، فالمفروض يغيب معانا، بس اللفه بتاعته كويسه جدا، كتماه حلوه قوي، مش مدخله له اي هوا. اسبوع واحد بس وهتاكلوا منه. يعني هتعملوا الجمعه، ممكن تاكلوا منه الجمعه او السبت بالكتير، هيبقى حلو جدا ومستوي، وتسويته كمان مظبوطه جدا. طب لو مش حابين ناكله بعد الاسبوع ده، ممكن كمان يتساب يومين او 3 بالكتير، كمان اكتر من كده ما ينفعش. اكتر من كده بقى هنشيله من الكياس بتاعته دي، ونحطه في اكياس نضيفه خالص عاديه، ونحطه في الفريزر وقت ما نحب ناكل منه نطلع منه، نسيبه يفك براحته وناكل منه. بيبقى اكننا لسه عاملينه حالا اهو، اكننا لسه عاملينه حالا دلوقتي. حلو قوي وجميل، ويعني ما اقولكوش قد ايه على نظافه. انتوا شفتوه معايا، انا عملته لكم خطوه بخطوه معاكم قد ايه هو نظيف، وانا يعني ضمناه وعارفه معمول ازاي. انا بوصف لكم كده قبل ما احطه في الكياس، بقيه الكياس ان انا بحطه بصوا شمال كده ويمين ومن تحت ومن فوق، وبحطه في علبه يعني محكومه كويس لو انا مش حاطه له اكياس كتير، وبحطه في باب الفرن بتاعي. طبعا مش هيطلع ريحه ولا يحصل له اي حاجه. طيب لو انا مش عايزه احطه في باب الفرن، مفيش اي مشكله، ممكن احطه في اي مكان بس يكون دافي. عشكة الفسيخ بنتي. بس انا كده بقى طلعته بعد اسبوع بالظبط، ده بعد اسبوع والله ما خد اكتر من اسبوع. بس انا كنت عاملاه لناس، يعني ده انا كنت عاملاه لناس، يعني اوردر كده كان طالع من الفسيخ، فكنت عاملاه وبكتب طبعا على كل كيس بكتب الاسم بتاعه. وطبعا يعني في ناس بتاخده كده زي ما هو، وفي ناس بتحب يتنضف ويتخلي زي ما انتوا هتشوفوه دلوقتي. بصوا بقى بفتحها ازاي، الفسيخه جميله وطريه زبده معايا، حلوه قوي قوي. في ناس بقى هيطلبوه كده زي ما هو، وفي ناس هتقولك لا نضفيه واخليه.